الاقتصادي اللي بنلتقي بيه كل اسبوع واللي اجلنا لقائه من امبارح للنهارده الدكتور صلاح جوده خبير الاقتصاد وطبعا رئيس مركز الدراسات الاقتصاديه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. 9.5 مليار جنيه. تمام. ازاي بقى ممكن نفهم؟ تمام. عشان الرقم ده صادم وعجله الانتاج والكلام ده كله. بص حضرتك، لما بنيجي نحسب اي خسائر لاي حد فيها حاجتين: ما لحقه من خسائر وما فاته من مكاسب. انا لما اجي اخد تعويض عن حاجه، انا عملت حادثه لا قدر الله بعربيه في واحد، ما اقولش انا والله انا قفلت الدكانه بتاعته يومين او انا الباب بتاعه بس بتاع الدكانه هو اللي اتخلع، لا، الباب الدكانه قعد يصلحه 10 ايام، كان المفروض هيكسب فيهم قد ايه؟ يبقى ما لحقنا من خسائر وما فاتنا من مكاسب. نشوف بقى اعتبارا من يوم الثلاث 25 يناير 2011 لحد هذه الدقيقة انتهاء المحاكمة. محاكمة المخلوع ورموز الحكم والتكاليف خلال الفترة دي طلعت 9.5 مليار جنيه. عبارة عن ايه؟ التكاليف بتاعت الإقامة بتاعته في الفترة خلال ال 18 يوم من 25 يناير لحد يوم الجمعة 11/2/2011. التكاليف ديت وتكاليف الاتصالات والاتصالات الخارجية مع كافة الدول اللي كانت موجودة، والاتصالات التي تمت مع البنوك الخارجية، والاتصالات مع المندوبين اللي قاموا من مصر بتحويل جزء من الأموال بره، والسفر بتاعهم والمقرات، وسفر جمال مبارك وعلاء مبارك مرتين للخارج خلاله ويرجع دولت لفترة تكاليف. الفترة الأخرى من يوم الجمعة 11/2/2011 سافروا بالطيارة هو ونجلاء وزوجته إلى شرم الشيخ. الفترة خلال شرم الشيخ والسياحة اللي اتفقدتها شرم الشيخ خلال الفترة دي بنفس المقارنة بنفس المدة في السنة اللي فاتت 2010 اللي هو من 11/2/2010 لحد يوم 2/8/2010 نفس الفترة اللي هو قعدها. الحاجة الثانية تكاليف انتقال القضاة إليه خلال هذه الفترة من 4/5 لحد يوم 2/8، تكاليف نقل القضاة وتأمين القضاة وتأمينه في المستشفى اللي موجود فيها اللي كان موجود فيها والأمن الكامل اللي موجود، تكاليف بس المحاكمة اللي الحكومة المصرية ما خدتش أموال منها لأنها كانت جميع القنوات الفضائية داخل وخارج مصر. أيامها الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام قال لك لا، احنا مصر مش هناخد فلوس فيها، دي تعتبر جزء فاقد، ما ده ضمن الخسائر اللي محسوبة. الحاجة الثانية الطلعات الجوية اللي هو كان بيعملها أثناء المحاكمة، 22 طلعة جوية ب44 رحلة، يعني كل دي تكاليف. الأمن طبعا، الأمن اللي موجود وبينزل والمستشفيات اللي موجودة، الأوراق القضية اللي معمولة فيها أوراقها. الحاجة الثانية بقى المكافآت للقضاة وللناس العاملين وللإداريين اللي موجودين واللي قام شرم الشيخ، كل واحد تكاليف الأمن نفسها، تكاليف الحراسة اللي موجودة عندها، تكاليف حراسة المستشفى، تكاليف التمويه. في حاجة كان هو في نفس فترة من الفترات طبعا فترة من الفترات تم نقله ويقولوا دوت موجود فيهوش المكان الجديد يعني بالظبط، ما دي فلوس، يبقى أنا حاطط حراسة هنا وحراسة هنا. مجموع هذه التكاليف احنا جبناه من مصادره الموثوق فيها. اولا نشوف نفس المده في نفس السنوات. خلينا بقى ناخد واحده واحده يا دكتور. حضرتك دلوقتي اديت لنا كل الصوره العامه لان احنا ما بنقولش ايه التكاليف بالظبط، ما بنقولش تكاليف. الناس فاهمه ان تكاليف المحاكمه اللي جه وقف في القفص فدفع 9.5 من لا. ايوه حضرتك اتكلمت بشكل عام. خلينا بقى ناخد تفصيليا. حضرتك بتقول ال 18 يوم اللي كانوا باتصالات التليفون الحاجات دي كلها طبعا. قد ايه بقى تفصيليا بقى؟ الارقام بقى بص حضرتك، طب في حاجه اسمها تفاصيل الاقامه والاعاشه خلال الفتره دي. هو يعتبر فقد شرعيته اعتبارا من يوم الثلاث 25 يناير 2011. ده فقد الشرعيه لان الشعب اللي ولاه قام وصار عليه فبيخلع منه الشرعيه. كون هو تاخر 18 يوم لحين تسليم السلطه، هو كان في هذا الوقت يعد من وجهه نظرنا احنا راجل غير مسؤول. احنا خلعنا الشرعيه. هي القصه ورقه، واحد بيطلق واحده رمى عليها اليمين بس راح يطلق ويدي الورقه عند مأذومه 18 يوم، بس خلال ال 18 يوم دول ما في انفصال بينهم، يعني هذا بمنتهى البساطه.
تكاليف اقامته، تكاليف التامين وتكاليف تامين الحرس الجمهوري اللي كان موجود، وتكاليف الطيران والرحلات المكوكيه اللي قام بيها جمال مبارك وعلاء مبارك وزكريا عزمي بره وجوه، وتكاليف المندوبين اللي قاموا بالشنط علشان تتنقل الفلوس بره، وتكاليف تحويل المكالمات الدوليه لتحويل الفلوس من اماكن الى اخرى. الفتره دي كلها بتكاليفها خلال 18 يوم. ده بلغ قد ايه بقى الحاجات 113 مليون جنيه. 113 مليون جنيه مصر. ده في خلال 18 يوم بتوع الثوره. والناس كانوا في الميادين بيهتفوا، ده مش بيهتفوا، وبياكلوا بلحه كل واحد مع الثاني عشان بيموتوا. في ناس بيموتوا. ايوه انا بقول لحضرتك يعني بيموتوا. بيقول لك بياكلوا كنتاكي وبياكلوا مش عارفه ايه، وهو كان بيصرف 18 كام 113 مليار. 113 ده بالاضافه بقى لايه بقى؟ ما هو ال 113 مليار دول التكاليف الفعليه. لو انا حسبت تكاليف الاقامه والاعاشه، انت تعرفي مخصصات رئاسه الدوله في الموازنه العامه للدوله 40 مليار جنيه سنويا. 40 مليار تمام. وده تم تخفيضه ولا لسه شغال؟ المفاجاه بقى الحلوه والمذهله، انا مفروض اسمها تكاليف رئاسه الجمهوريه. يعني في رئيس دوله، يعني في حرس جمهوري، يعني في سكرتاريه، يعني في ديوان، يعني في ناس راحه، يعني في عربيات جايه، يعني في حملات بتخرج، يعني انا بقابل رؤساء جايين من بره نغديهم ونعشيهم، يعني مش كده؟ يعني في نور متقاد في جميع القصور اللي موجوده، نقول ماشي. طب النهارده الراجل ده بقى له بالظبط كده النهارده 7، يبقى 411 يوم ماشي. من 25 يناير للنهارده 400 المفروض ما فيش تكاليف اصلا، لانه ما فيش رئيس في القصر ولا اي حاجه. تكاليف الحراسه فين؟ ما فيش. النور الزياده اللي بيتعمل فين؟ ماشي يا فندم، ما انا كنت بحرس واحد ب 100 عسكري، النهارده يبقوا 5، يبقوا 10، مش كده؟ انما ال 40 مليار زي ما هم. السؤال بقى مين بيصرفهم يعني؟ مش مين بيصرفهم، مين سمح بصرفهم وتصرفوا على ايه؟ ده سؤال مهم. ما انا لو بدي اجور للجيش الجرار دوت ماشي، لو بعمل عزومات للناس الكتيره دي ماشي، لو انا الركب بتاع سياده رئيس الجمهوريه وسياده ابن رئيس الجمهوريه وسياده اخو رئيس الجمهوريه وسياده حرم رئيس الجمهوريه وسياده الجمهوريه، طب كانت الليله دي خلصت. طب الكلام ده مفيش. البنزين ده اللي بيتصرف لمين؟ التامينات اللي بتطلع دي لمين؟ الحراسات اللي بتطلع، الفلوس اللي بتصرف عليها لمين؟ انا بامن شخص مين؟ احنا موجودين هنا 100 عشان حضرتك تعملي برنامج، بيصوروا كاميرات. طب لما سيادتك بتمشي والبتاع ده قافل، الناس دي برضو واقفين بالكاميرات بالنور؟ طبعا مش بنقفل ويمشوا ويتكلوا على الله، مش كده برضو؟ طب فين الكلام ده بقى فين؟ يجوا يقولوا لا ده احنا ساحبين نور برضو. طب يا استاذنا لا في برنامج ولا في حاجه ولا مش كده برضو؟ بس ما فيش، الدنيا ضلمه، بتعملوا ادي نفس الكلام 40 مليار من ضمن